السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا. بشكر الجميع على الدعم، وبرجو ان من كل الاصدقاء على الصفحة او على التيك توك دعم القناة على اليوتيوب والاشتراك فيها. وانا دايما بحط اللينكات بتاعتي عموما على اي بوست، يعني بوست على الفيسبوك هتلاقيني حاطط لينكات اليوتيوب والانستا والتيك توك، والعكس لو البوست على الفيسبوك هتلاقيني حاطط اليوتيوب والانستا والتيك توك كده يعني. فمنتظر دعمكم للقناة على اليوتيوب، وببسط جدا من اي رسالة بتجيني فيها معلومة او فيها نصيحة وانا باخد بيها وبقولها في فيديوهاتي. وبشكر الجميع وصباح الفل عليكم جميعا. نكمل بقى مع منتخبنا الوطني اللي امبارح كان بيلعب مباراة التانية مع موريتانيا، وطبعا كلنا عارفين المباراة الأولى خلصت 2-0 لصالح المنتخب في استاد القاهرة هنا، وتريزيجيه ومو صلاح جابوا الهدفين. والأداء في الماتش الأولاني مفرقش كتير عن الماتش التاني اللي برضو فازت فيه مصر 1-0 بهدف إبراهيم عادل. يعني لو بصينا على الماتش الاولاني كان الاداء سيء والتشكيل ما كانش واضح، وعندنا راس حربة صريح ما لعبش، وامور كده ملخبطه، واللعيبه تحس ان هي يعني ايه، يعني اسماء بتلعب، مش تيم منظم محطوط له خطه من مدير فني يعني ممتلك لادواته ومركز بره الملعب بشكل كبير، وده مؤثر جدا على الكابتن حسام حسن. وفي الماتش التاني برضو نفس الشيء طبعا، مع اعتذار مو صلاح بعدم اللعب مع المنتخب في الماتش التاني، وكان يجب انه يكون متواجد. وكان في تعليق قبل كده قلت لكم قبل كده ان الكابتن حسام كان ايام ما كان بيطلع مع مهيب في التحليل على الام بي سي قال ازاي ولازم يكون متواجد وده كابتن الفريق ويدعم الفريق، ولكن لما بتبقى متواجد في وضع المسؤولية كتير من الامور والقرارات بتختلف. هل قناعات ولا تأثير خارجي ولا ايه؟ كله وارد، كل الاحتمالات مفتوحة. المهم سافر المنتخب من غير مو صلاح وما كانش له تأثير غيابه خالص، والفرقة كسبت 1-0 ونفس الأداء الضعيف الباهت يعني، والهدف ما فيهوش أي خطة. زي برضو لو بصينا برضو على الهدفين بتوع الماتش الأولاني، كرة كورنر ارتدت من لخبطة الدفاع شاطها تريزيجيه جون. الجون التاني هو اللي فيه كرة شوية وتحسها كرة أهلاوية يعني، لأنها ابتدت من مروان عطية حطها زي ما بيحطها للشحات، عمل بالعرض محمد حمدي لمو صلاح اللي جاي من ورا فاضي حط الجون. برضو الهدف بتاعنا في موريتانيا هناك نفس الشيء، كرة ملخبطة اتردت من الدفاع عندنا نزلت نص الملعب ابراهيم عادل اللي عنده رؤية جيدة وقدر يحطها من فوق الحارس اللي لو كان خد خطوة لورا كان مسكها، ولكن هو التوفيق كان حليف لابراهيم عادل في الكرة دي وهو يستحق. وده لعيب يعني هو حاليا لعيب جيد جدا وهيكون لعيب ممتاز لو تم الاعتناء بيه، ولو لعب او كان خد فرصة الاحتراف دي كانت هتفرق في مستواه بشكل كبير جدا. كل التوفيق لابراهيم عادل بشكل خاص، انا بحبه عموما واتمنى اشوفه في احسن فرقة، طبعا اتمنى يجي الاهلي ولكن اتمنى له الاحتراف اكتر ويبقى اضافة زيه زي عمر مرموش وزي صلاح. بس المهم ان هم لما يجوا المنتخب يأدوا زي ما بيأدوا مع فرقهم بره اللي دايما عليها ملاحظات وعلامات استفهام. كابتن حسام حسن دايما بيعلق وبخايف من اتحاد الكوره ومن الناس اللي هتيجي بعد كده. يا كابتن حسام ركز في الملعب ارجوك، انت ما عندكش اداء فني في الملعب خالص. الفرقه انت بتكسب بس ما بتكسبش بادائك، يعني مفيش خطه ليك. احنا مش شايفين خطه للمنتخب المصري مع حضرتك. بنرجو من حضرتك التركيز في الملعب وسيبك من التصريحات وسيبك من مين يجي ومين يقعد، وانت بتقول انا جاي بمطلب شعبي وجاي مدعوم. خليك في كده، طالما انت مدعوم وفي ناس وراك اللي هيجي مش هيقدر يشيلك. ما هو زي ما جابوك مش هم اللي هيشيلوك، محدش هيجي اتحاد الكرة يشيلك، كون متأكد من كده. طالما في حد جايبك من بره الاتحاد هو اللي هيشيلك او هيدي تصريح بيشيلك، يعني بمعنى صح زي ما ادى تصريح بتعيينك هيدي تصريح بيشيلك. ركز في المباراة. وانا شايف الجهاز امبارح في ماتش موريتانيا فرحان فرحة شديدة جدا اكتر من اللعيبة ما تنططتش في الملعب كده.
الجهاز بيتنطط ورايح يحيي الجمهور. حي الجمهور طبعا اللي متواجد في موريتانيا، انما فرحة يعني كانت زيادة عن اللزوم في ماتش متواضع. وخلي بالك يا كابتن حسام عفوا، خلي بالك يا كابتن حسام ان ميكالي اللي جه دوت يمسك المنتخب بتاع شيتوس ده محطوط لك ستاند باي، اللي هو كان هيروح للمنتخب السوري ب40,000 دولار في الشهر. مصر خدته ب85,000 عشان احنا اغنياء طبعا وندفع اكتر، فخدوه ب85,000، لكن هو قاعد مستنيك او مستني اقالتك. وانا بقول لك من دلوقتي ان ميكالي ده جاهز انه يمسك المنتخب الاول في اي لحظة. فهم ما عندهمش مشكلة خالص في امتى تمشي، وقت ما هم جايبينه. عشان كده ده رأيي، هم جايبين ميكالي عشان كده في اي وقت هيبقوا ماسكينه المنتخب الاول، في اي وقت يحصل دروبات او يحصل مشاكل مع الجهاز الفني الحالي. نتمنى لكم التوفيق وبندعمكم، واحب علينا ان يكون اللي ماسك المنتخب المصري مدرب وطني ويعمل بينا نتائج، ويعمل بيه يعني يوصلنا، يكسب لنا مش يوصلنا. احنا واصلين سواء افريقيا ان شاء الله طبعا كل شيء، سواء افريقيا او كاس العالم، واصلين ان شاء الله. احنا عايزين نكسب في افريقيا، وعايزين يبقى لينا شكل واداء في كاس العالم. تمثيل المشرف دي كلمة انا بحبهاش وننساها خالص، يعني تتشال من القاموس. احنا مع كيروش خسرانين افريقيا ضربات جزاء، وانت جيت بعديه، والمفترض ان انت تأدي على الاقل نفس الاداء في النتائج وتوصل نهائي، والتوفيق في النهائي بتاع ربنا. نيجي بعد كده عندنا كاب فيردي الراس الاخضر هنلعبها هناك، ده هيبقى يوم الاحد 10/11. وبعد كده عندنا هنا مع مصر مع بتسوانا هيبقى يوم 18/11 يوم الاثنين. ده في كاس الامم الافريقيه، تصفيات كاس الامم الافريقيه. بعد كده هتخش مصر بقى على تصفيات كاس العالم. هنبدا كل مطوشه مصر في تصفيات كاس العالم محطوطه يوم الاثنين. عندنا يوم الاثنين 17/3/25 طبعا 2025 المنتخب هيسافر يلاعب اثيوبيا. وبعدين يوم الاثنين برضو 24/3 من نفس الشهر هنلعب هنا في مصر مع سيراليون. وبعدين يوم 1/9 مصر هنا برضو مع اثيوبيا. 8/9 بوركينا فاسو هنا مع اثيوبيا. وبعدين الاثنين 6/10 جيبوتي مع مصر. ويوم الاثنين 13/10 مصر مع غينيا بيساو. كل التوفيق للمنتخب الوطني المصري. نتمنى ان شاء الله انه نشوف اداء مختلف، وارجوك ارجوك ارجوك يا كابتن حسام لو سمحت ركز في الاداء الفني، مالكش دعوه باي حاجه بره. بالتوفيق يا كوتش، ان شاء الله بنحبك وبندعمك ونتمنى لك التوفيق، ومش عايزين نخسرك كمدرب وطني. صباح الفل على حضرتك.